الخوف من المجهول والخوف من التغيير هي مخاوف طبيعية، إلا لو المخاوف دي منعتني عن أخذ أي خطوة أو أي فعل. فطبيعي أبقى خايف إن أنا كده رايح مدرسة جديدة، رايح جامعة جديدة، رايح شغل جديد، عندي شوية مخاوف لأني مش عارف أنا داخل على إيه، ومحتاج أواجه ده بإن أنا أشوف كده إيه. لو أنا رايح بيت جديد وبيت أحلى، أفضل أفكر نفسي بحلاوة ده، بنتيجة ده، أنا ليه هعمل التغيير ده، واتقبل انه مش هقدر اسيطر على كل حاجه، مش هقدر ابقى عارف انا هعمل ايه بالظبط. ودايما اسال نفسي كده وات از ذا وورست، ايه اسوأ حاجه، اجيب اخر الفكره. واعرفي برضو ان 80% من مخاوفنا اوهام، ده علميا يعني. وبالتالي لما ابقى خايف واجرب واخد الخطوه الاقي ما حصلش حاجه، بقى دايما افكر نفسي ده. فبشجعك ان يبقى عندك مخاوف بالذات في حاجات حلوه زي كده، ما عطلش نفسي، لان ده هيبقى كده عندي لوج كده، شيت كده ايه مسجل فيه انك انت حاجات خايف منها وعدت على